السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كايزر الجاهز بأبسط المكونات. المكونات كلها اقتصادية، موجودة عندك في المطبخ، سهل وبسيط، من غير ولا بيض ولا زبدة ولا لبن. مكونات بسيطة خالص. يلا نبدأ مع بعض الفيديو. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة في القناة أتمنى تشرفيني وتشترك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان كل وصفة جديدة أنزلها توصلك. مشاركات لحبايبنا عشان كله يستفاد من الوصفات. اللايكات بقى كتير بقى كده. نرفع الفيديو مع بعض. نبدأ الفيديو مع بعضنا. هنا أنا معايا نص كيلو دقيق هنا جميع الأغراض. بضيف عليه 3 معالق كبار سكر، نص معلقة ملح، 4 معالق كبار زيت، كيس خميرة، وبنزل معايا كده بالمية بالتدريج. كمية المية هنا لحد ما العجينة تتلم معايا بالشكل ده. عجينة كده طرية فيها سنة تلزيق بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده. باخدها معايا على الرخامة، ببتدي اعجنها معايا كده كويس علشان افعل معايا مادة البروتين اللي في الدقيق، علشان الدقيق العجينة تكون هشة معايا بعد التسوية. بريحها معايا هنا 5 دقايق وبرجع اعجن فيها كده شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين العجينة بتمط معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. العجينة معايا بقت عاملة زي الملبن. مسحة كده زيت بسيطة وببتدي اعجن فيها على الرخامة بالشكل ده كده. عجينة ناعمة معايا خالص، زي ما اتفقنا مع بعضنا، فيها سنة تلزيق بسيطة. بعمل معايا كده العجينة بعد ما اتأكدت ان هي اتعجنت معايا كويس. بعملها معايا كده شكل اسطواني. ببتدي اقطعها معايا قطع بالشكل ده كده. حجم القطعة معايا ما يتعداش 60 جرام. شايفين يعني حجم القطعة حجم الطماطمية الصغيرة كده. هقطع كده كمية العجين كلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. بسويهم كده القطع نظريا. عايزة توزنيهم براحتك. انا كده بوزنهم كده يعني ايه بالنظر كده يعني. بشوف كده حجم القطع، بحاول ان انا اسويهم لبعض كده لاقرب يعني ايه اقرب شكل كده لبعضهم. معايا هنا الصاج بالشكل ده كده. ببتدي ادهن معايا الصاج. انا هنا مش هخمر العجينه زي ما متفقين كده مع بعضينا ان العجينه هنا انا مش هسيبها تخمر. انا اشتغلت في العجينه على طول. ببتدي انعم معايا العجينه بالشكل ده كده على الرخامه. شايفين حركات دائريه كده للعجينه علشان الوش بتاعها ينعم معايا وتقفل معايا من تحت. نعمت معايا كده العجينه بالشكل ده كده وبحطها في الصاج على طول. خلينا متفقين ان العجينه هنا مش خمرانه معايا اصلا. انا ريحتها بس على الرخامه 5 دقايق واشتغلت فيها على طول. ببتدي اكور كده معايا كل الكميه بالشكل ده. هسيبها كده معايا بقى مكان دافي واغطيها علشان العجينه وشها ما يقشرش معايا لحد ما العجينه تختمر معايا وحجمها يتضاعف. لو مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي انزلي كده في التعليقات صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا كده بعد ما سبتهم معايا ساعة ونص تخمير. شايفين الحجم معايا اتضاعف بالشكل ده. هنا انا معايا نص كوباية حليب لبن. بضيف عليه معلقتين صغيرين كده من السكر. بقلبهم معايا كويس وبحطهم معايا في بخاخ كده اللي هو البخاخ المية.
وببتدي ابخ بيه وش العجين بالشكل ده. شايفين زي ما انتوا طبعا الفيديو موضح كل حاجة. ببخ معايا كده وش العجين بالشكل ده كده، واثناء التسوية وهو في الفرن برضو ببخه برضو بالحليب كده نفس الشكل تاني. هنا الوش طبعا لو حابه ان انت تضيفي سمسم او تستغني عنه براحتك انت، ده يرجع ليكي. بدخل معايا هنا الكايزر معايا فرن ساخن على اعلى درجه حراره 200 لحد ما ياخد معايا اللون ذهبي بالشكل ده كده. بيطلع بغطيه معايا بفوطه دافيه لحد ما يبرد معايا تماما. شايفين هش جدا وطري، هي لسه سخنه معايا بس هشه خالص وطريه منفوخه معايا. شايفين تحفه، قطنيه خالص من جوه كده وهشه. وما تقلقيش ان انت ما خمرتيش العجينه، لا بتخمر معانا زي ما انتوا شفتوا كده، تكون هشه معانا خالص وطريه بالشكل تحفه زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، عجينه كده قطنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا هنا عملت طبعا حشوه البرجر وكده، تقدري تستغليه طبعا في اي حشوات، حشوه جبنه ولانشون، اي حاجه ممكن تحشيها بيه. لو وصلت معايا لاخر الفيديو كده اتمنى تعليق حلو كده، وتبعتولي التطبيقات الوصفات اللي انا بنزلها تشجيعا ليا. لايكات بقى كتير، مشاركات للفيديو عشان الكل يستفاد. مش مشتركين في القناة اتمنى ان انتوا تشرفوني وتشتركوا في القناة كده. اكون وصلت معاكم لنهاية الوصفة. يا رب يكون افدتكم ولو بمعلومة واحدة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.